الاختراع القمر ديّة اللي هو بينضّف الحيطان ويلمّعها، وكمان بينضّف الإزاز والمرايات ويلمّعها، اختراع رهيب جدًا. لمّا جرّبته قُلت لأ، لأ لازم أشارككم بيه. داخل علينا العيد يعني تنضيف، تنضيف حيطان، تنضيف سجاد، تنضيف حاجات زي كده. أنا من الناس اللي مبدأها اللي أنا ممكن أستثمر وأجيب قطعة تكون بتسهّل عليَّ وقت ومجهود. الشباك بتاع الصالة عندي كبير جدًا، يعني جايب عرض الصالة حاجة كده رهيب جدًا، والارتفاع لغاية السقف، الحجم بتاعه كبير بشكل رهيب، وهو ألوميتال تنضيفه صعب جدًا. وكمان أنا ساكنة في الدور الخامس، يعني ما ينفعش أكون واقفة من برّه وأكون بانضّفه، فتنضيفه حقيقي صعب ومجهود رهيب جدًا، جدًا. جرّبت فيه حاجات كتير جدًا لمّا أكون بانضّفه، بالأخص لمّا يكون في مطر وتراب وحاجات زي كده، تنضيفه من برّه صعب جدًا، جدًا، وطبعًا تكلفة رهيبة لو أنا جِبت شركة تنظيف اللي هي بتبقى بتطلع بloader أو حاجة كده، تطلع من برّه، يعني من برّه العمارة وتقعد تنضّف الشبابيك، بتبقى طبعًا مكلفة كتير يعني. وحتى لو أنا جبت حد يكون بيساعدني في تنظيف البيت، طبعًا أكيد مش هاسمح ليها إن هي تقف يعني وتنتحر عشان تنضف لي الشباك، لا طبعًا استحالة. فكانت حقيقي مشكلة. الأداة دي ساعدتني كتير جدًا، جدًا في تنظيف الشباك، إن أنا بسهولة جدًا باكون بانضف بيها بسهولة أوي. دي جبتها من ecoWay. هي الميزة بتاعتها إن هي فيها كليبسات، الكليبس ده هي أكون ممكن باغيّر بيه الفوطة بسهولة جدًا، أحط أي فوطة. هي الفوط اللي بتيجي معاها دي واللي هي راكبة التانية فيها، هي شوية فوط اللي بيعرف إيه في ecoWay يعني إيه، كأنها كده مزيج بين فوطة التراب وفوطة الدهون. دي يعني بس باحط الفوطة بالطريقة دي، والكليبس باكون باحطها. فالميزة بتاعة المساحة دي ينفع أكون باغيّر الفوط، أحط فوطة تراب عادية جدًا، أحط فوطة إزاز وألمّع بيها وأغيّر في الفوط، أي فوطة تركب عليها بسهولة جدًا. مش لازم فوط معيّنة أو يعني لازم نفس الفوطة ونفس المقاس، لأ، ينفع أركّب فيها أي فوطة أنا عايزاها بسهولة جدًا. هي بُصّوا الخامة والmaterial بتاعتها حقيقي عالية جدًا، يعني أنا حطيت المساحة القديمة بتاعتي اللي كنت باعمل بيها الأول، أنا حاطاهم جنب بعض عشان أقارن بس الفرق بينهم. هو طبعًا المقارنة ظالمة جدًا، ليه؟ ما فيش مقارنة بينهم. طبعًا السعر يعني بتاعة ecoWay دي ممكن تجيب قرب 10 مكان مساحات من التانية، يعني السعر طبعًا أعلى بكتير جدًا، فعشان كده برضه الquality بتاعتها والخامة بتاعتها أعلى بكتير. بس يعني زي ما قُلت لكم أنا من الناس اللي ممكن أستثمر في حاجة في قطعة بتكون بتسهّل عليَّ. المساحة العادية ما كانتش بتقدر، يعني كانت بتروح وتيجي معايا، مش بتمسك في الإزاز. دي لمّا بانضّف بيها الإزاز أو يعني الشباك والحيطان، بتبقى أول حاجة بتنضّف حلو جدًا، يعني متينة معايا، طريقتها سهلة، إن هي بتروح في كل الزوايا، بتروح معايا في كل زاوية. شايفين دي أول تنضيفة، نضّفت أول حاجة التراب. يعني في البداية لمّا باجي أنضّف الشبابيك بانضّف الأول التراب، هي وناشفة خالص أكون بانضّف بيها التراب. وطبعًا الخامة الفوطة بنفسها هي بتشفط التراب، يعني الخامة بتاعتها نفسها بتجذب التراب. فأول حاجة طبعًا نضّفت بالفوطة بتاعتها، يعني كل الشبابيك من برّه ومن جوّه. ودايمًا بنبتدي في الأفضل، بالذات لو الشبابيك عليها تراب كتير، بننضّف اللي من جوّه الأول، وبعد كده بنفس الفوطة باروح بانضّف اللي برّه، عشان طبعًا التراب برّه بيكون أكتر بكتير جدًا، فعشان بس الدنيا ما تتبهدلش معانا، ده الأفضل في التنضيف. أول حاجة باشيل التراب، وبعد كده بانضّف الإزاز تاني بفوطة الإزاز. فوطة الإزاز عايزة أقول لكم رهيبة جدًا، جدًا. يعني أنا من الناس اللي باحب ديكورات الإزاز والمرايات في البيت، فعندي طبعًا إزاز ومرايات كتير جدًا. من ساعة ما جبتها حرفيًا ما دخّلتش جيرانس البيت نهائي، لا مراية التسريحة ومراية الدولاب، وكل المراي اللي عندي بانضّفه بفوطة الإزاز، حقيقي رهيبة. وحتى هنا في المكنسة دي بينفع أكون باركّب فوطة الإزاز زي فوطة التراب، وأكون بالمّع برضه ال الشبابيك معايا بسهولة جدًا، جدًا. شايفين دي فوطة الإزاز،
اهو بركبها بالطريقه دي، بحطها حطتين، وهي تركيبها سهل جدا جدا. يعني انا بس كليبس بحطه، برفع الكليبس ضيق واحط الفوطه وانزل الكليبس، فطريقتها سهله جدا جدا، يعني حقيقي مريحه بشكل رهيب جدا. هي المساحه دي على فكره انا برش ميه، عشان انا في المرايات برش شويه ميه صغيرين بالبخاخه، اي بخاخه فيها ميه ارش بيها فوط الازاز، حاجه انا اديها بسيط جدا جدا جدا، كام رشه بس مش كتير، واكون بنضف بيها. انا هنا نضفت الازاز من جوه الاول. طبعا لما بنضف بالفوطه لازم ننضف، يعني ده الافضل، انضف من جوه الاول بعد كده انضف من بره. ينفع طبعا لو الفوطه اتوسخت معايا اكون بقلبها للناحيه التانية. شايفين؟ يعني انا يعني بس بحاول اجيب لكم، يعني هو طبعا اللي عشان التصوير جوه قدامي الشباك مش مبين قد ايه الشباك كان متوسخ، بس طبعا الفوطه والتراب اللي بيطلع في الفوط بيبقى فظيع جدا. انا هنا بس قلبت الفوطه عشان عايزه المعها من الازاز من بره. فهي ان انت يعني الميزه بس في المساحه دي ان انا تكوني متمكنه فيها بشكل حلو جدا، وماسكه نفسها، مش عارفين التانية خفيفه قوي رايحه وجايه، بتبقى مش بتساعدك. دي ميزتها الخامه محمله، وهي مش محمله تقيله، يعني محمله ان هي مش مش مرهرطه، عارفين؟ مش عارفه اوصلها لكم. بس طبعا تنظيفه سهل جدا جدا. انا كان بالنسبه لي تنظيف الشباك ده كان ازمه رهيبه جدا. طبعا انا دي مش بحسب بيها بس الازاز، حتى حيطان الصاله، حتى حيطان البيت كله بكون بلمع بيها كل الحيطان العاليه. انا عندي الدواليب لغايه الحيطه لغايه السقف، طبعا دواليب عاليه، بكون برضو بفوط التراب بكون بلمعها. وسواء مرايات عاليه برضو بكون، يعني عندي مرايه الصاله دي من الارض للسقف، فبس بفوطه بحط فيها فوط ازاز واكون بلمع بيها الازاز جدا. نفس الفكره في مرايه الدولاب، مرايه بتبقى كبيره، فاحط بس الفوطه في المساحه دي وانضف بيها، فبتسهل عليا كتير جدا جدا. وهنا الحيطان برضو بتبقى بسهولة جدا. فهي حقيقة قطعة حسيتها اه انا معاكم هي غالية، كان حوالي 1600 سعرها. بس من القطع الابحاث انا بستثمر في صحتي وفي وقتي، الناس اللي يعني وصحتي، يعني حتى انا عايز اقول لكم حتى لو انا جبت واحده تكون بتساعدني في البيت، انا بالناس بحب انجز، يعني مش بحب اقعد طول النهار في التنظيف واطلع على السلم وانزل من السلم وتنضف، لكن دي بتنجز كتير جدا جدا في الوقت.